السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة مرة أخرى. فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى أنها تعجبكم. نبقاو دائما في الوصفات الباردة والمنعشة ديال هذا الصيف هذا، وغادي نقدم لكم اليوم إن شاء الله طارت بالفراولة أولا بالفريز، كتجي باردة ومنعشة، وأهم حاجة أنها اقتصادية. كنحضروها ببيضة واحدة، كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي تعليقاتكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليو لي تعليقاتكم. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. نشوفوا المقادير ديال هاد الكيكه هذه بثلاث طبقات، كتجي زوينه في المنظر، كتجي لذيذه، واهم حاجه انها بارده ومنعشه. كنقدموها مع عصير اللي سبق لي وشاركته معكم في القناه. فنبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه. اول حاجه غادي نديرو الطبقه الاولى اللي هي الطبقه ديال الكيك. كنحتاجو البيضه وحده، وكنزيد عليها 6 ديال المعالق ديال السكر. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. من الاحسن اننا ما امكن نقصوا من السكر. المعالق ما يكونوش عامرين بومبي، يكونوا ملحوسين هكا، دوزو فوق منهم شي موس. وكنزيد عليهم رشه ديال الملح والسكر فاني. كنخلط هادشي مزيان حتى كيذوب لي السكر، وغادي نزيد عليهم 6 ديال المعالق ديال الزيت. هاد الكيكه هذه كنوجدها انا ب5 ملاعق فقط، ولكن اليوم زدت واحد المعلقه من كل حاجه لحقاش عندي المول. غادي نستعمل المول شويه كبير فيه 22 سنتيم هنا باش تجيني الطبقه ديال الكيكه باينه. صافي كنخلطهم مزيان، وكنزيد عليهم 6 ديال المعالق ديال الحليب. ممكن تعوضوا الحليب بياغورت، ديروا نص ياغورت، اولا ممكن تعوضوه بعصير الليمون، فهو راه كيجي زوين. صافي غادي نزيد عليهم 6 ديال المعالق ديال الدقيق، غنغربلهم ونخلطهم مزيان. وكنزيد عليهم خميره الحلوى، كيس ديال خميره الحلوى من فئه 7 غرام. هنا جاني الخليط شويه خفيف، كنزيد واحد المعلقه لحقاش فاش كنت كنخوي الحليب وقيله تزاد ليا شويه اكثر من القياس، نزل ليا في الخليط. فهنايا زدت واحد المعلقه. نتوما عندكم ميزانكم حتى على حساب الدقيق. بعض المرات تيكون تيتشرب السوائل، وبعد المره راه تيكون خصنا نزيدو شويه. المهم هانتوما كتشوفوا هذا هو الخليط، هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. في اخر مرحله كنزيدو شويه ديال الخل، وكناخذ دابا داك المول اللي غادي يدخل الفرن اولا داك السيركل. كنفرش له ورقه ديال الطهي ولا ورق الزبده انا دهنته بالزيت، وغادي نخوي فيه داك الخليط وندخلو الفران على درجه حراره 180. نشعلوا الفران من الفوق ومن التحت في نفس الوقت وحتى كطيب وكتحمر. دابا غندوزو باش نوجدوا الطبقه الثانيه. كنحتاجو نص لتر ديال الحليب، كنزيدو عليهم السكر. هنايا عندنا من 3 حتى 4 المعالق ديال السكر، ما يكونوش عامرين بزاف. كنأكد عليها باش ما تجيش هاد الكيكه حلوه بزاف. وكنزيد عليهم فلون العادي، ساشي وحده ديال الفلون اللي كتجينا مع نص لتر ديال الحليب. وكنزيد عليهم من 2 حتى ل 3 ديال المعالق ديال المايزينا. ضروري كنزيدوا المايزينا، هي اللي كتعقد لنا داك الفلون وكتجيبوا لنا خاسر. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى كيذوب كلشي، وكنديرهم فوق البوطه مع التحريك حتى كيعقد الخليط. هنايا غادي ندوزو للفريز. غناخذوا حبات ديال الفريز اللي يكونوا في نفس الحجم باش كيجينا المنظر هو هذاك. وغادي نغسلهم مزيان، نحيد لهم داك الرويس، وغادي نخليهم على جنب. هنا الكيكه بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي خفيفه، كتجي مهويه. صافي غادي نزير داك السيركل مزيان على الكيكه باش ما ينزليش الخليط اللي غادي ندير ديال الفلون من الجناب. كما كتشوفوا راه عقاد ليا بفضل هذيك النشا. ومن الاحسن فاش نوجدوه ما نخويوش مباشره فوق من الكيكه، نخليوه حتى يبدا يعقد شويه باش ما كيتشربناش في الكيكه وما كينزلناش من الجناب. دابا غادي نخليوه في الثلاجه حتى كيبرد، وغادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثالثه اللي كتجي بحال داك الكلاصاج ميغوار، كيجي كيبري زوين من الفوق.
كنحتاج الكاس ديال الماء، الكاس ديال العنبه، كنزيد عليه 2 معالق ديال السكر، وكنزيد عليه فلون بنكهه الفريز، حتى هما كنديرهم فوق البوطه حتى كيعقدوا مع التحريك. وهنايا غادي ندوزو باش نوجدوا الفريز، كنقسموه على زوج اللي غادي نديروه مع الطبقه الثالثه. هذيك الشيء اش قلت لكم، اختاروهم يكونوا نفس الحجم باش يجيونا في المنظر زوينين. صافي هنايا بعد ما الكيكه بردات شويه وهذاك حتى داك الخليط الاخر اللي وجدنا ديال الفلون الفريز تيكون حتى هو برد شويه، ضروري نخليوه يبرد. كناخذوا داك الفريز، القطع الفريز، وكنستفوهم في الجناب ديال الكيكه. بالنسبه لطريقه التزيين فكتبقى اختياريه، ممكن انكم تقطعوه طرونج وديروه فوق من الكيكه كامله وعاد كتخوي داك الخليط. فانا اختاريت نديروه بهذا الشكل هذا، وانتم كديروه بالشكل اللي كيناسبكم. كتبقى اختياريه، مساله ديال التزيين. كنأكد عليها ضروري داك الفلون الاخير ديال الفريز خصو يبقى يبرد شويه، ماشي نحيدوه من فوق البوطه ونزيدوه مباشره، فهو غادي يسخن لينا ديك الطبقه الثانيه وغادي يتخلطوا. وفاش نكونوا كنخويوه نخويوه فوق من الفريز، ما نخويوش فوق من الكريمه مباشره، هكا باش ما غاديش يتخسر لنا الكيكه وكيجي المنظر ديالها زوين. كنخليوه حتى كيبدا يبرد، كل ما برد كان احسن ويعقد شويه، عاد كنخويوه فوق من الفريز اللي درنا. هذه هي الكيكه، كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان، ضروري انها تكون بارده، فهي كتقدم بارده وكتجي منعشه في مع هاد الحراره ديال الصيف هذا. فحنايا كنحتاجوا الوصفات يكونوا باردين منعشين، واهم حاجه انهم اقتصاديين، ما كياخذوناش بزاف المقادير، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. هذه هي كانت الفكره ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم. كيكه ديال الفريز او كيكه ديال الفراوله بثلاث طبقات كتجي زوينه بزاف. كنقدمها مع العصير ديال الحامض اللي سبق ليا ووجدته معكم، كيجي بحال المناضه، كتجي منعشه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي التعليقات ديالكم. انا غادي نقطع معكم الطريف من هذه الكيكه باش نشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي والشكل ديالها، وتا ديك الطبقه اللي الفوق كتجي زوينه بزاف، عطيه داك المنظر ديال بحال كلاصاج ميغوار، وكتجي ديك اللمعه في الفريز. هانتوما كما كتشوفوا فهي سهله لا في التقطيع ديالها ولا حتى في التحضير ديالها، كتجي سهله بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. غادي ناخذ واحد القطعه باش نشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، وديك الكريمه فاش كنزيدوا لها المايزينا فهي كتعطينا داك القوام الكريمي زوين. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مايزينا ولا ما توفرتش، ممكن انكم ديروا قطع ديال البسكوي وتستغناو على السكر، فهي كتجي حتى هي زوينه بزاف. نقدم معكم ان شاء الله كيكه اخرى بالبسكوي حتى هي كتجي زوينه بزاف، وكنحيدوا داك السكر اللي زدنا وكنديروا بلاصتو البسكوي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بثلاث طبقات اللي وجدناها هذا النهار هذا. كنتمنى انها تعجبكم. طاغط صيفيه كتجي منعشه بزاف وديال هاد الوقيته هذه. كنتمنى انكم تجربوها. خليتكم على خير، تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، وما تنساونيش باللايك وبالاشتراك، وتخليوا لي التعليقات الزوينه ديالكم المحفزه اللي كتخلينا دائما نعطيو الجديد والمفيد.